وانت طيب يا رمضان. وانتي طيبة يا سعاد، والناس كلهم طيبين وبخير. اما اقوم انا بقى. ايه ده؟ على فين يا رمضان؟ اللي على فين؟ انت نسيتي عوايدي ولا ايه يا سعاد؟ عوايد ايه بقى اللي انا نسيتها دي؟ انت ناسية ان انا في ليالي رمضان بحب اسهر لحد السحور؟ يا سلام، هو رمضان عندك يعني سهر وخلاص يا سي رمضان؟ امال يبقى ازاي من غير سهر يا ست سعاد؟ فهميني. يبقى صلاة، يبقى عبادة، مش سهر على القهاوي وبحلقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ايوه رمضان سهر، بس مش سهر قاعدة على القهاوي وبحلقة في اللي رايح واللي جاي. زي ما هما بيقولوا كده، ولا ان احنا نسهر في البيت ونقعد بقى نتابع من المسلسل ده للمسلسل ده مش عارفة ايه. لا، عايزين كده نخلي كده ايه، رمضان ده حاجة كده ما بتجيش في السنة غير مرة واحدة طبعا وايام بتبقى جميلة جدا. وللأسف رمضان يعني طالع بيجري، والله بجد الايام بتجري بطريقه انا مش عارفه ليه. الايام الحلوه كده بتفوت بسرعه كده. تيجي تبص تلاقي اليوم خلص بسرعه، والنهار رمضان خلص بسرعه، وبالليل برضو خلص بسرعه، مش عارفه في ايه. المهم ايه، ربنا يا رب يبلغنا ليله القدر، ونقرأ قرآن يا جماعة وندعي، واللي نفسه في حاجة يدعيها في شهر الكريم دوت. أظن مفيش أحلى من كده أيام الواحد يدعي باللي نفسه فيه، اللي نفسه بقى ربنا يوفقه في حياته، ينجحه وينجح عياله. يا رب استر بناتنا وبنات المسلمين جميعا يا رب. يا رب تحميهم من شر أصحاب السوء، وتحميهم من شر الغدر والغدارين يا رب. اللهم آمين يا رب. ندعي على قد ما نقدر. المهم في اليوم دون خرجت كده، جبت شوية خضار وشوية حاجات. انا قليلا يعني ما بخرج اصلا، فلما ما بخرج بحاول ان أنا اجيب ايه طلباتي على قد ما بقدر كده مرة واحدة، بحس ان انا مش كل يوم والتاني افضل نازلة رايحة جاية مش عارفة ايه. ودي كمان حاجة حلوة قوي في التوفير على فكرة. الناس اللي بتحب توفر مثلا، هو بالنسبة لي مش موضوع توفير، هو بالنسبة لي انا ما بفضلش ان انا كل يوم والتاني اخرج اجيب طلباتي. بحاول ان انا اجيب طلبات الاسبوع مثلا على قد ما اقدر. طول الاسبوع ما عوزت حاجه ببعت حد بقى من البنات، خلي ابو البنات يجيب لي كده. ما بخرجش كتير يعني، لان انا مش فاضيه خالص بصراحه ان انا اخرج اساسا. لكن الناس بقى اللي بتحب توفر دي من وجهة نظرهم حاجة تانية بقى، ان انت كل يوم مثلا هتروحي على المحل تشتري مثلا حاجات طلبات اليوم، فغصب عنك شفتي كذا اي حاجة تانية فعجبتك فتقومي تشتريها، فتشوفي كذا فتقومي تشتريه. فيعني الناس اللي بتقول ايه، الناس اللي عايزة توفر مش كل يوم والتاني تروحوا محلات وتنزلوا، لان طول ما انت بتنزلي وبتخرجي وبتشوفي كده وكده فبتشتري. فاهمة؟ وده طبعا غريزة الشراء ديت عند الستات حاجة طبعا ايه، مفيش فيها كلام يعني. المهم بقى ايه، كنت جايبه كده فلفل، وكنت جايبه كوسه. الكوسه دي كانت حلوه قوي، لقيتها كده طازه ولقيتها ب8 جنيه، فقمت جايبه كيلو ونص عشان ايه، كنت عايزه اعمل محشي، بس مش النهارده هعمل محشي، هعمل يوم تاني ان شاء الله. عملناه خلاص يعني وكده. المهم ايه، وبعد كده اللحمه دي كان ابويا راجع جايبها. كان ابويا جايبها وكده. فكان جايب كيلو ونص، فانا طبعا مش هطبخ الكيلو ونص كله، فشلت منه تقريبا يعني نص كيلو او حاجه لحمه حمرا كده خالص، هفرمها وعينها في الفريزر. اعمل للعيال حاجه نفسهم فيها قوي. بس بحضر لها طبعا. طبعا طلبات البنات كتير، والحاجات اللي بيشوفوها وعايزين ياكلوها كتير، فاللي هو حاجات بتبقى ايه بالنسبه لي انا مكلفه. فاللي هو بجهز لها من قبلها بشويه انا ايه، هما نفسهم كده في سندوتشات كريب كده بالكفتة والبانيه والكبدة والكلام ده كله، وتبقى ايه فطار يعني على بعضه. فاللي هو بجهز في حاجة جهزنا اللحمة، لسه بقيت الحاجات بقى ادعوا معانا كده ايه، الحاجات التانية تقضى بقى. طبعا البانيه الفراخ اللي هي صدور الفيليه دلوقتي طبعا قيمتها برقم يعني، بس الله المستعان. كنت جايبه طماطم. الطماطم دي كان في طماطم كده جامده وحلوه للسلطه تصبر يعني شويه عندنا في البيت. كانت الكيلو ونص ب10 جنيه، وكان في طماطم تانية ب5 جنيه. حلوه برضو، بس هي صغيره شويه بس حمرا وجميله قوي، دي بقى للطبيخ. فقمت جايبه منها مش فاكره، كنت جايبه 2 او 3 كيلو برضو. ولقيت البنجر ده انا ما صدقت شفته. انا لما بشوف البنجر بحب اجيبه احطه مثلا في الصلصه، احطه في الاكل، بخرطه كده وعينه في الفريزر. كنت بفرم طماطم ولا حاجه بقوم جايه مطلعه منها ان هو بيحمر الطماطم، ومنها كمان ان هو بي ايه قيمه غذائيه يعني. بصوا بقى في اليوم ده كنت انا بعد اجيب قطايف
اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو دي. كانت يارا بنتي في الدرس، فانا قلت لها وانت جايه هاتي طبق قطايف ايه، نعمل حاجه حلوه، انا مش فاضيه اعمل حاجه حلوه النهارده وكده. فالمهم في نفس اليوم بقى ياسمين قالت لي لا يا ماما انا نفسي في الكنافه اللي هي المدلعه، وانا عايزه اروح اجيبها من الدكان، فيا بنتي هديك يرضيك انا هبقى اعملها لك انا يوم. قالت لي انا عايزاها ومش عارفه ايه، فقلت لها خلاص ماشي. فراحت خدت فلوس من باباها وراحت جابتها، ويارا برضه جابت القطايف. بس عايزه اقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيبيع حاجه بايظه وعارف ان هي بايظه وبيبيعها. طبعا يارا عيله، يعني يارا مش من النوع اللي لما بتيجي تشتري الحاجه كده زيها زي اي بنت، يعني مش يارا بس، البنات كلها اصلا اليومين دول يعني كده يعني. بتشتري الحاجه ما بتبصش فيها بقى بايظه مش بايظه، هي يا عمو هات كذا، اخويا ياخد الفلوس، تاخد هي الحاجه وتمشي وخلاص. فطبعا شافها عيله فقال ايه، الله اعلم الله اعلم، بس ده استنتاجي يعني، الله اعلم انا مظلمش نفسي. ادها القطايف بايظه، والله والله العظيم معفنه والعفونه عليها كده، قسما بالله. يعني اكيد مش هيبيعها لحد، لو واحده ست كبيره اللي راحت تشتري منه اكيد استحاله يديها الطبق ده، يعني استحاله. بس شاف بقى عيله قدامه فمش هتبص في الطبق بايظ ولا مش بايظ. طبعا الكلام ده انا ما صورتوش في الفيديو ده، واتصور لكم في فيديو تاني، ولا الحوجه، وهنعمل احنا القطايف في البيت وتبقى اجدع من اللي بتيجي من بره مليون مره، والله بجد. المهم لما خدت بقى ايه، انا طبخت بقى وخلصت، كان ورايا في اليوم دوت يوم طويل زي ما انتم شايفين كده. كنت ولعت على اللحمه وبعمل تسبيكه عشان اعمل لوبيا، طلعت اللوبيا وسلقتها. المهم ورايا طبخ كتير، وباقي فين بقى بعد الفطار كده لما قعدت فاقول لها هاتي بقى القطايف اما احشيها، عشان ما ينفعش تبات كده، احشيها عشان نقلها تبقى سخنه وكده بعد الفطار بقى، وبعد ما صلينا التراويح وكلام من ده. ببص انا فاتحه اصلا طبق القطايف وانا شامه ريحته مش حلوه، بس بقول يمكن عشان كان متبستر ومتغلف ومش عارفه ايه. اعمل قطيفايه، اعمل اتنين تلاته اربعه، مش مقتنعه انا بالقطايف دي. فين بقى لما شلت اول وش كده اللي على الوش ونزلت بقى لتحت كده باخد من تحت، الاقي القطايف معفنه، والقطايف معموله على صاجه وسخه اساسا، انا اسفه في اللفظ، الصاجه نفسها وسخه، الصاجه اللي بيعملوا عليها المفروض تتنضف، القطايف معكوكه خالص منها وسخ كده اسمر. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى فكرة فرن كبير قوي اللي احنا جايبين منه ده فرن شهير يعني، او فرن الرجل عليه كتير في كفر سعد عندنا، مش حاجة مركونة مثلا، او فرن في جنب كده الناس ما بتروحوش، لا ده فرن الرجل عليه كتير. فهو الراجل بقى الحاجة ده عنده مركونة وما بتتباعش طبعا، الله اعلم بو بقى. فما لقاش بقى اعبط من من بنتي يديهولها. بس يلا حسبي الله ونعم الوكيل. انا اصلا عينته لتاني يوم من غيظي وحرقة دمي، هو من القطايف مش بحاجة، ده هو كان طبق ب20 جنيه يعني. بس قلت لها خديه وروحوا اديهوله وقولوا له بتقول لك ماما القطايف بتاعتك احنا انت اديتها لنا معفنه يا عم، وخد القطايف ومش عايزين القطايف ولا عايزين فلوس، بس ماما مش مسامحاك، وايه وراعي ربنا في ضميرك في شغلك. المهم واخدوا منها وقام عطاها طبق تاني، استنى استنى خدي طبق تاني طازه، وقام عطاها طبق طازه. طبعا لو هو يعني حاجته نظيفه ومتاكد حاجته نظيفه استحاله كان هيديها حاجه تانية، لكن هو ايه، سكتها سكتها كده، طب استني خدي اللي هو ما تعملش شوشره مثلا او ما تتكلمش قدام حد. على العموم بقى ربنا يسهل لعبيده. في اليوم ده بقى ايه، زي ما قلت لكم كده ولعت على اللحمه. كنت جايبه، كان ابويا كان جايب كيلو ونص، دول كان جايبهم على بيات، فكنت حاطهم في التلاجة كده عبال ما ايه تاني يوم بقى اشوف هعمل ايه. فانا شلت كده حته حمرا كده خالص، قمت جايه فرماه زي ما انتم شايفين كده، وهعينها في الفريزر اعمل لهم بقى الحاجه اللي هم عايزينها. واللوبيا برضو كنت هم عايزين لوبيا، وبحبوا قوي اللوبيا اللي بدمعة دي مش عارفه ليه. فقلت بقى نعملها جنب اللحمه، طبعا اللحمه مش عايزه جنبها محشي ولا كلام من ده، هعمل لوبيا بقى ونعمل شويه سمبوسه كده على الماشي. والله العظيم كان يوم زي العسل. انا اي نعم اتعكننت بسبب القطايف، مش على فلوسها والله ابدا، ان احنا في رمضان والناس بتغش، بس ده اللي زعل الواحد يعني. لكن سمانة بقى راحت جابت لنا علبة حلويات كده زي ما انت شفت في اول الفيديو. اللهم صل على النبي. الحاجة اللي انا اشتريتها بقى في اول الفيديو دي، انا كنت نازلة قلت ايه، انا هنزل يعني مرة واحدة اشوف انا محتاجة ايه واجيبه، وجبت خضار وجبت كوسة زي ما انتوا شفتوا، وجبت فلفل الوان. انا مجبتش كتير فلفل الوان، جبت فلفلاية حمراء وفلفلاية صفراء، طبعا هم غاليين جدا، فانا جبت واحدة وواحدة بس وخرطتهم كده، قطعتهم حتت في الكبة وحطيتهم في طبق وايه، وحطيتهم في الفريزر برضو. اللهم صل على النبي. وبجهز كده حاجة حاجة بقى، هنا جهزت العصير وجهزت البلح اللي هو بجهزهم بدري بدري كده، ولسه مولعة اصلا على الاكل.
يعني احنا تقريبا كنا في الوقت دوت كنا العصر كده خلاص. وبجهز بقى الزبادي كمان، يعني انا بعمل كمان الزبادي عشان خاطر السحور بتاع تاني يوم يعني. فعندي كمية اللبن دي بسم الله ما شاء الله، لبن سمين وحلو، فانا كنت غالية وحطاه في التلاجة. فاخدته وخدت وشه زي ما انتوا شفتوا كده، باخد وشه وبحطه في الفريزر بحوشه عشان نعملها سمنة زي ايه السمنة اللي كنت عاملاها. وبعد كده قسمت شوية، حطيت شوية في المقلاية دي، دول هعملهم مهلبية او كريمة. إيه على اساس انه للقطايف بقى، انا كنت بعمل مهلبية مستنية القطايف، كانت لسه في الوقت ده القطايف ما جاتش. اللهم صل على النبي. وبقية اللبن هعمله بتاع ده زبادي. سخنت بقى اللبن اللي في الحلة دول، سخنته كده دفيته، وبعد كده جبت زبدية واحدة بس من اللي هو بيشتروا من بره دول، وبتحطهم في اللبن ومعلقتين سكر كده عشان خاطر تبقى الزبادي بتاعتنا مسكرة وحلوة كده. وبالمضرب الكهربي ده ونقلب تقليب حلوة قوي، يا اما في الخلاط ونضربهم ضربتين حلوين كده، او بالهاند بلندر عادي، اي حاجة انا بعملهم كده وكده وكده، وفي اي حاجة بعملهم عادي. لكن بالمعلقة بس كده بيحتاج وقت أطول عشان خاطر إيه الزبادي تتجانس مع اللبن وكده يعني. اهو. هنا بقى ايه حطيتهم كده في البتوع اللي هما بتوع الفخار بتوع الزبادي دول، وفات بقى شويه كنت حاطاهم في الكوبايه، وبقوم جايه مولعه فرن البوتاجاز يسخن، بس بسخنه قوي، وبعد كده اقوم جايه طفيهم ايه، حطاهم على صينيه وحطاهم في فرن البوتاجاز إيه ساعه ساعتين كده، طبعا الفرن بيبرد، لان دي كانت مشكله بتواجهني قبل كده، اسخن فرن البوتاجاز واحط الزبادي واسيبها بقى وخلاص، واجي ابص بقى تاني يوم او كده الاقي الزبادي لسه ميه. فلا ما ينفعش، الزبادي عايزه اول 5 6 ساعات، عايزه جو دافي. فانت بنسخن فرن البوتاجاز ما فيش ساعه طبعا بيبرد، بقوم جايه مولعاه تاني والزبادي في قلبه، اولعه بس يا دوب يدفى يعمل حراره كده في الفرن، اقوم جايه طافيه فرن البوتاجاز وقافله البوتاجاز. بعمل الحركه دي مرتين او 3، خلاص بقى باجي ابص الاقي الزبادي بتربط وبتمسك وبتبقى جميله بقى وخلاص. تمام. هنا بقى كنت بشوف كده الاكل ده عشان خاطر ايه عايزه اعمل مهلبيه عشان كنت مستعجله، الوقت بيجري وما عادش وقت وكده، فكنت مستعجله عايزه اعمل شويه سمبوسه. كان عندي كبدايتين وقنصتين، يعني 2 كبده و2 قنصه، هما دول بس اللي اعمل بهم السمبوسه، وكانوا ما شاء الله فيهم البركه يعني. اه. طبعا ما حدش بقى يخيل على البوتاجاز، عشان البوتاجاز دوت انا حطيت له الورق ده وندمت، انا ما بحبش اصلا الورق ده خالص، بس قلت تغيير كده واحنا بنعمل تنظيفات رمضان، زي ما كنت شفتوا اللي شاف معايا فيديو تنظيفات رمضان، فقلت ايه تغيير بقى، بما اني ما حطيتش حاجه بقى ايه لرمضان جديده ولا كلام من ده عشان الظروف اللي حصلت عندنا دي. فقمت حاطه ورق الالومنيا دوت، ويا ريتني ما حطيته، انا ما بحبوش طول ما هو على البوتاجاز، فبكسل اغسل البوتاجاز بقى عشان ما اشيلوش، لا مش عارفه ايه، لكن انا هشيله واغسل البوتاجاز تاني حلو واسيبه بقى بطبيعته كده، ما اعرفش احط على حاجه تاني. المهم بقى ايه المهلبيه كده خلاص خلصت اهي، قمت حطاها بقى في الاطباق. انا كنت مزوده مهلبيه شويه اللي كنت اعمل منها القطايف، والباقي بنسحر بيها، احنا بنسحر مهلبيه عادي. اللهم صل على النبي. ده انا كنت عملت الكبد والقانص اهو. عملتها هنا بقى، ما كانش عندي بصراحه سمبوسه، مش عارفه ليه ما اشتريتش سمبوسه، مش فاكره، انا ما جاش في بالي اصلا ان انا اشتري سمبوسه، لان بعملها بالجلاش عادي، ما بلاقيش يعني ان هي فرق يعني. لفه الجلاش دي كنت شارياها، كنت انا بشتري جلاش كان اسمه ايه، مش فاكره كده كان اسمه ايه والله، كانت جلاش كده ورقته زرقاء، الورقه بتاعته من بره او الكيس من بتاعه من بره كان لونه ازرق، فكان نوع حلو، فبحب اجيب منه على طول. حتى اما اشتريت قلت لكم انا قبل كده، اما جبت الاوردر اللي كنت جايباه من جراب الحاوي، كانت بعتلي منه اللي هو اللي ورقته زرقاء ده، فانا بحبه بصراحه ونوعه حلو يعني، لقيته احلى حاجه. فما رحت اشتري بقى جلاش في اليوم ده من بلد عندنا، فلقيت يعني البياع بيديني دي، قلت له انا مش واخده ناخد دي، انا اول مره استعملها وما اعرفهاش يعني النوع ده، قال لي والله النوع ده حلو بس جربيه. وفعلا جربته، كان النوع ده اسمه رانيا، جربته لقيته حلو قوي بصراحه، يعني ورقه الجلاش بتاعتها رقيقه جدا وحلوه قوي، يعني ما لقيتهاش بقى ولا لازق في بعضه ولا الورق ملزق في بعضه ولا كده، هو بس مفيش غير الورقه الخارجيه اللي بره خالص دي اللي كانت متبهدله شويه عشان هي اللي بره يعني بدات تنشف وكده، لكن من جوه الورق كله طري ما شاء الله وحلو، وورقتها رقيقه زي ما قلت لكم، كانت عجباني بصراحه. كده خلاص بقى يعتبر انا كنت خلاص بقى في التشاطيب بقى خالص، يعني خلاص ما عادش وقت، كانت القرآن بقى بيقول وكده وبنجري بقى ورا نفسنا كالعادة، كل يوم بنجري ورا نفسنا ساعة الفطار. اللهم صل على النبي. طبعا هي كده كده السمبوسة ما بتاخدش اصلا وقت، يا دوب انت بتحطيها اصلا وفي ثانية بتقلبيها،
تحمر بسرعة. هي الكبد والقوانص من جوه مستوية وخلاص يعني، تاخد بس لون. طبعا عايزين تحط بقى في قلبها جبن او كده، كل واحد بحريته بقى. ده هنا كده كنا خلاص بعد الفطار بقى، بعد ما فطرنا الحمد لله وصلينا وحمدنا ربنا. ياسمين بقى جابت العلبة دي ومش صابرين بقى على الحلويات، عايزين ياكلوا حلويات. لا ده احنا كنا لسه ما فطرناش، احنا كنا لسه بنصور في الاكل. ده كده بقى الاكل بتاعنا كده. غرفت الرز، عملتهم شويه رز بشعريه وكان عندي طبق مكرونه في التلاجة سخنته، طبعا اترمى ما اتاكلش يعني كالعاده يعني. الاكل بيبقى تقيل قوي يا جماعه. اللهم صل على النبي.